ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والأطباء المقيمين والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين السيدة حبيبة ميزوني. أهلا بك. سؤالي الأول: إلى أين وصلت المفاوضات مع الحكومة الآن في مشروع قانون المسؤولية الطبية، موضوع كل هذا الجدل والإضرابات؟ جست انا الاطباء الشفائيين الجامعيين مش الاطباء المقيمين للتوضيح. به السؤال الاول وين وصل المشكل هذا تاع مشروع قانون المسؤوليه الطبيه؟ احنا نستناو في جلسه، نستناو باش وزاره الاشراف تستدعينا في جلسه. المطلب نتاعنا واضح، اللي الحكومه تتعهد اللي في ظرف شهر تحيل الى، مش كما قال توا، مش مشكلتنا يخرج من وزاره الصحه يمشي وزاره الماليه يمشي وزاره العدل، اللي الحكومه تحيله الى مجلس نواب الشعب. احنا في توا في انتظار جلسه معناتها. هناك ايضا وزارات اخرى معنيه. الحكومه في مجملها، احنا ما ناخذوش الحكومه كوزارات، الحكومه كلها. وكانت امبارح معنا جلسه مع رئيس الحكومه، واليوم شفنا رئيس. ماذا قال لكم رئيس الحكومه في هذه الجلسه؟ رئيس الحكومه تعهد على المبدا، اما احنا نحبوا اللي يعطينا انديلي نحصروها بوقت، نقولوا مثلا بعد شهر نحيلوا الى مجلس نواب الشعب. ونذكر اللي اليوم لجنه الصحه شفناها وقال هي تستنى في مشروع القانون. قابلتوا رئيس مجلس نواب الشعب؟ شفنا رئيس مجلس نواب الشعب، شفنا لجنه الصحه. هناك تعهدات بتمرير القانون بسرعه ام سيخضع الامر للجدل والتقليب والتصويت؟ احنا نشوف سياسه المراحل، احنا نحاولوا نكونوا عمليين. المشروع هذا نخدم عليه هنا اكثر من عام. قبل كان فما صد من وزيره الصحه في الموضوع هذا، ومشينا لها قبل في جلسات عمل، وكان صد حقيقي. تلزينا للاضراب على خاطر الصد اللي موجودناه في وزاره الصحه. اليوم مطلب واضح، اذا كان غدوه يعيطونا يتعهدونا بديلي واضح، معناتها باجال واضحه مش مسيبه، نرجعوا نخدموا. ثم مطالب قانونيه اخرى تتعلق بالقانون الاساسي للاطباء الداخليين. اليوم سامحني، اليوم هي اساسا مثيره نظموها الاطباء الشبان. الاطباء الشبان هم اولادنا تلامذتنا، والمطلب الاساسي تاع الاطباء الشبان هو قانون اساسي ينظم عملهم. لازمكم تعرفوا الاطباء الشبان مساكن ينجموا يخدموا 90 ساعه في الجمعه، ينجموا يخدموا 30 ساعه بصفه متواصله، ما فما حتى شيء يحدد حقوقهم وواجباتهم. ايضا ظروف العمل السيئه التي يشتكي منها الاطباء الشبان والاطباء ايضا المقيمين. هو ذاك تو المشكله الكبيره، سيكو اللي قاعدين نلاحظوا فيه لظروف العمل السيئه، تدهور الخدمه الصحيه، المشاكل العديده في قطاع الصحه. كايننا باش نعطيو الطبيب ككبش فداء، لا هو يتضرر منها المريض والطبيب على حد سواء، لكن الواضح ان الاطباء يطالبون بحقوقهم فقط القانون وحقوقهم القانونيه، ويغفلون ربما حقوق المرضى. ايضا تبعتي حالات استعجاليه اليوم معقده لم تنل الكشف اللازم او الكشوفات اللازمه. اليوم الحالات الاستعجاليه ما تعطلتش، وراهو قانون هذه المسؤوليه الطبيه اول مستفيد به هو المواطن. لازم نعرفوا اللي القانون هذا باش يقنن لاول مره ما يسمى الاخطاء الطبيه. ما فماش قانون اللي ما فيش. طيب الاضراب هو الحل امام كل هذا؟ نزيد نوضح هذا حاجه مهمه، باش يقنن حق المواطن في الاعلام، يولي المواطن عنده الحق باش يعرف كل شيء عليه في ملفه الطبي، باش يسهل بصفه كبيره حق المواطن في التعويض. خاطر اليوم المواطن المسكين اللي تعرض لخطا طبي باش ينجم يخلط يوصل للتعويض يتعداو سنين واجراءات قضائيه معقده جدا. القانون هذا باش يبسطها، باش فيسع المواطن اذا كان فما خطا طبي يتحقق حتى الحق في موعد مع طبيب. اليوم شفت في التقرير ثم مرضى أتوا للمستشفى وعندهم مواعيد، ربما يضطروا للانتظار 6 أشهر أو 3 أشهر أخرى حتى يتمكنوا من لقاء طبيب. وخاطب فيك الحس النقابي هنا، هل هذا أمر مفهوم ويخدم صورة الطبيب؟ اليوم نأكد لكم الكرة في مرمى سلطة الإشراف. إذا كان غدوة الصباح 8 تاع الصباح يعيطونا لجلسة عمل نتفاهموا، المطلب نتاعنا واضح. سلطة الإشراف تقول خلال شهرين ثم تعقيدات وضرورة المرور بالبرلمان. هل ستتواصل؟ شهرين احنا هل ستتواصل إضرابات لمدة شهرين؟ أخزر شهرين، علاش ما نكتبوهاش في ورقة في محضر جلسة نمضي عليها ونرجعوا نخدموا كل على رواحنا. الاتفاقات تمضى مش مكتوبة مش شفوية بالتأكيد، ثم التزامات. هذا لم يحدث. إذا في ضوء ذلك الإضرابات ستتواصل؟ للحظة هذه اتفاق لم يحصل مع نقابة الإشفاء الجامعيين. للحظة هذه الأطباء الشبان قبلهم رئيس الحكومة وقبلهم رئيس مجلس الشعب، أما للحظة هذه وزيرة الصحة ما زالت ما قبلتهمش. يعني بشكل مباشر ثم إضراب غدوة؟ يعني الكرة الآن في مرمى وزارة الصحة. تعيط لنا غدوة حتى 6 تاع الصباح في مرمى. لا تم إضراب ولا لا؟ نعاود الإجابة نتاعي بصفة دقيقة. ما نجمش نقول لك لا لا نجم نقول لك. أنت كاتبة عام النقابة، عندك معطيات. ها الإجابة نتاعي بصفة دقيقة. وزارة الصحة تعيط لنا غدوة حتى 6 تاع الصباح نتفاهموا نرجعوا نخدموا
في اللحظة ذاتها. يعني شونتاج، ثم اتفاق ما هو مكتوب شونتاج. يرفع الاضراب، ما ثمش الاضراب متواصل. إذا كانت دولة تونسية تتعهد بصفة حقيقية وفعلية مش في البلاتوات اللي هي باش تمرر القانون هذايا وتعطي للأطباء الشبان قانون أساسي، احنا المطالب التشريعيه هذه بالنسبه لنا الاشكال الان على المسؤوليه الطبيه اكثر. أي. الاشكال التشريعي قانوني لا هي زياده في الشهريه لا حتى شيء، لا تنقيص في سواء العمل. الاشكال اللي اليوم ما نجموش نواصلوا بقطاع الصحه من غير منظومه تشريعيه تحدد واجبات الطبيب الشاب والغير الشاب وحقوق المواطن. راهو كي باش نواصلوا هكايا حقوق الطبيب وحقوق المريض ستهضم، وهذا ماهوش في مصلحه المريض. هذا يعني راهو في صلب اصلاح قطاع الصحه. قطاع الصحه للاصلاح ما فماش كان التمويل، فما زاد اعاده النظر في منظومه تشريعيه اما باليه في بعض الاحيان او غائبه في احيان اخرى. نشكرك يا سيدة حبيبة. شكرا جزيلا. الكاتبه العامه للنقابه العامه للاطباء والاطباء الاستشفائيين الجامعيين فقط. اطباء الاسنان والصيادله الاستشفائيين الجامعيين. طويل اسم تبارك الله. طويل شويه. شكرا سيدة حبيبة. شكرا جزيلا.